ده عودة الأسد، اللهم لا حسد. رسميا عودة ولدنا قفشه النادي الأهلي بعد انتهاء فترة إعارته مع فريق اتحاد السكندري. ولكن حبايب قلب خوخة، محمد مجدي قفشه كلنا عارفين ان النادي الأهلي كان مطلعه إعارة إلى نادي الاتحاد السكندري، وبالفعل امبارح كان اخر مباراه لمحمد مجدي قفشه مع الاتحاد السكندري، خلاص رسميا عوده محمد مجدي قفشه الى النادي الاهلي. ومحمد مجدي قفشه امبارح طلع مع كابتن احمد شوبير وقال جمله من احلى الجمل اللي ممكن يعني اكون سمعتها في 2026: اللي ما لعبش كوره في النادي الاهلي ما لعبش كوره طول حياته، راجع النادي الاهلي ومش همشي منه تاني ابدا. طمن جماهير النادي الاهلي، النادي الاهلي سوف يعود لمكانته الطبيعيه الموسم المقبل، فلكل جواد كبوه. وقال لك ايضا ان هو اكتر حاجه وحشاه من جماهير النادي الاهلي الهتاف بتاع ولا اهو صاحب القضيه اهو. عارفين انا بحب محمد مجدي قفشه ليه؟ كان بيحب النادي الاهلي من اول ما كان في بيراميدز، كانش بيتمرن، نزل على فلوس كتير ودفع فلوس كتير من جيبه عشان خاطر يجي النادي الاهلي، ظل ان احنا في وقت في ناس بتمشي من النادي الاهلي خاطر الفلوس، وكله بيبيع النوادي ان هو فيه عشان خاطر الفلوس. محمد مجدي قفشه مش كده، قفشه متربي 5000 مليون مره، سالك البان غلب غير طبيعي، وفي طيبه بجد، طيبه غريبه. ده بخلاف طبعا حبيب قلب خوخه ان هو رحمنا من زيتك كانت تستمر الى يعني مش فاهمه الى امتى. فانا بوجه رساله لمجلس اداره النادي الاهلي: محمد مجدي قفشه لو هتسيبوه قاعد في النادي بس كده كبركه على الدكه كواحد بيحب النادي الاهلي من قلبه، فسيبوا الناس دي، سيبوا نوعيه قفشه، سيبوا نوعيه عمرو السوليه، سيبوا نوعيه علي معلول. مش بتكلم على مهار، بتكلم على حب الناس دي للاهلي. واحنا يا حبايب قلب خوخ اللي يحب النادي الاهلي احنا مش نحبه، احنا نشيله فوق راسنا. اللي يحب الاهلي نحبه. ناس بتنزل في الملعب ال90 دقيقه تبذل اقصى مجهودها عشان خاطر هم بيحبوا الاهلي ومش عاوزين يشوفوه واقع، مش اكل عيش وكره قدم كسبنا خسرنا عادي كده، انا باخد مرتبي وفلوس. نعم كان من النوعيات دي، قفشه طبعا من النوعيات دي جدا، علي معلول، عمرو السوليه كتير عشان ما انساش حد. الغلطه الكبيره اللي مجلس اداره النادي الاهلي عمل اللي هو مشى الناس اللي بتحب النادي الاهلي من قلبها ومستعده تعمل اي حاجه وبيلعبوا بروح في الملعب، جابوا معظم ناس فقط. الناس دي دورها في النادي الاهلي هي تلملم الفريق، تدي الروح اللي عندها وحبها للاهلي للفريق، وتعلم الناس الجديده اللي جايه علينا حب النادي الاهلي ومعنى كلمه الاخلاص. التيشيرت ده للنادي الاهلي. في معظم الاوقات الكرة مش مهارة بس، الكرة مش حرفنة بس، معظم اوقات كتيرة جدا الكرة هي اخلاص وحب حاجة من قلبك بجد، فبتنزل تعمل اقصى ما عندك عشان عاوز النادي ده في اعلى حاجة عشان انت بتحبه، مش مستني منه فلوس. زي جمهور النادي الاهلي كده بالظبط، اللي بيدفع من جيبه فلوس من اخر جنيه في جيبه عشان يروح يشجع الفريق ويكون بيساند الفريق في بطولة، ان هم يشوفوا النادي الاهلي بيرفع بطولة. هل النادي الاهلي بيدينا فلوس؟ لا، بس بنحب كذا اللعيبه، في لعيبه كده، في لعيبه زي الجمهور بطعم جمهور النادي الاهلي، اخلاصها للنادي الاهلي، حبهم من قلبهم للنادي الاهلي، فرحتهم الاولى والاخيره هم ان يشوفوا النادي الاهلي في اعلى المناصب. يا حبايب قلب مرحب برجوعك لينا يا صاحب القضيه يا اللي غالي علينا.